كمال الإسلامبولي رئيس المجلس الوطني المصري. اهلا بحضرتك سياده المستشار، أهلاً منورنا. الله يخليك. سياده المستشار اشرف الدعدع رئيس مؤسسه الانتماء الوطني لحقوق الانسان. اهلا وسهلا. اهلا بيكي فندم. طيب نبتدي من الاعلان الدستوري الصادر النهارده. ايه رايك؟ والله انا لسه حتى يعني كنت بتكلم من شويه. هو صدر الساعه 12 بالليل وانا يعني روحت الساعه 3 اول ما صليت الفجر كده، خدت لقطه سكانر بالعين كده يعني، لكن على ما قد ما تيسر من قراءه هنتكلم. هو 33 ماده. الماده الاولى يعني كان في حرص شويه ان اعمل دمج او ميكس بين 3 و4 و217 من الدستور 2012. بعدين جزء من دستور 71 منه جزء اتنقل، يؤسفني ان اقول بعدم ادراكه وعي، بلاش كلمه حماقه، بعدم ادراكه وعي او بحماقه، حماقه قانونيه، لان حماقه قانونيه اللي هي القفز على الادراك وعلى الوعي. فهمها لنا للناس. انا لما اجي اقول عن الهيئات القضائيه المحكمة الدستورية العليا ومجلس والقضاء ومجلس الدولة، ده نص منقول من دستور 71. في 2012 في مكتسبات لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. مكتسبات مش إنشاء، مش إن هم بقوا في دستور 2012 هيئات قضائية، لا هم هيئات قضائية لكن الذكر. وكان الكلام إنه مواضيع قوانينهم كانت لاحقة على 71 وبالتالي ما ذكروش في 71. فبما إنهم هيئات قضائية وأنت بتطلع في 2012 ما تذكرهمش ليه؟ بعد المكتسبات دي تطلع إعلان دستوري تخفلهم. وبعدين نيجي بقى إلى نص المادة 28 على ما يعني ما انا بقول لحضرتك خدتها سكانر كده. 28 بتتكلم على اللجنة اللي هي هترشح النصوص او هتنتخب النصوص اللي هتعدل، انها 2 من قضاة المحكمة الدستورية ومفوضي المحكمة وهيئة مفوضي المحكمة. شوفي خلي بال حضرتك، 2 من القضاة و2 من مجلس الدولة و4 من أساتذة الجامعات. قانون دستوري يعني. لو أنا خدت القراءة دي 2 و2 و2 و4 يبقوا 10، اللجنة دي 10. طيب حتة بقى تستوقفني 2 من قضاة المحكمة الدستورية ومفوضي هذه المحكمة. ليه بتذكرها؟ ما هي جزء من المحكمة. جزء من المحكمة. تقصد بقى تمرر بخبز 2 من القضاة و2 من المفوضين، فتدي ميزة للمحكمة الدستورية انها يبقى 4 وهي هيئة قضائية زيها زي هيئة القضاء اللي مديله 2، وتخفي الهيئتين ما تمثلهمش اللي هم هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضاء الدولة. ولا انت معني ان هم يبقى 10 وهي نصيبها 2؟ طب اذا كنت معني انها 10 وهي نصيبها 2، انت في حاجه للنص على ذكر ومفوضي هيئه قضاء الدوله؟ طب ما انت ما هي مجلس الدوله ما فيها مفوضين مجلس الدوله، ما ذكرتهاش ليه؟ كونك انك تغفر مفوضين مجلس الدوله وتذكر مفوضين الدستوريه يبقى انت تقصد كلمه الاثنين تنسحب، 2 هنا و2 هنا ماشي؟ فيعني ما احنا بنعرف والله نفك الخط. حاجة تانية بقى، انت هتيجي تختار 50 من الشخصيات العامة بتاع المجتمع. ال50 دول يعملوا ايه؟ يناقشوا وهم الممثلين الحقيقيين للشعب المواد اللي انت عملت فيها بلغة الترزية كده الباترون 10 القضاة او ال12 ما حسب بقى، لانه يعني اذا كنت انت تقصد 10 ففي خطأ في الصياغة، إذا كنت تقصد 12 ففي عدم عدالة. يعني عشان نبقى واضحين في الحتة دي. ال10 أو ال12 دول هيعملوا الباترون مع ال50 إلا هم يقصوا القماش على الباترون. طب افرض ال50 شايفين إن أنت التفصيلة لازم تتغير يا لجنة يا لجنة أنت جايب لي 30 مادة وأنا شايف إن في 120 مادة عايزين يتغيروا. تمام. مش هيملكوا. تمام. مش هيملكوا. طب يبقى انت حاططهم ديكور يعني ياكلوا اللي طبخته اللجنه القضائيه. طيب يعني اللجنه القضائيه لا في الاخطر. اتفضل.
ان عمل انت حطيت اللجنه فوق قضاه، هي اللي هتختار اللي يتعدل. طيب هو التشريع ده عمل القاضي؟ افهم انه يبقى عمل لجنه تاسيسيه بتشرع للدستور ماشي، لكن انك تقصر التشريع على القاضي يبقى انت مزجت بين التشريع والقضاء فيما يخص تعديل الدستور. طب يعني خليني اوضح بس انه حضرتك بتقصد ببساطه انه لكل اللي بيقول ان ده مجرد اعلان دستوري مؤقت، فهذا الاعلان الدستوري المؤقت هيأثر على هيرتب خطوات ثابته، خطوات الدستور، وخصوصا انه المفروض احنا بنتكلم عن دستور يعني المفروض نبتدي نشتغل عليه في الفتره القريبه، فده هيأثر عليه. هضيف حته بقى وعشان اسيب المجال لاشرف بيه، وهو يعني انا زميلته في حلقه وكانت ضرب نار قبل كده. المهم انه اجي بقى الحته تانية، انه انت عامل في الماده 29 في الماده 30 برنامج زمني. البرنامج الزمني ده انت بتقول فيه ان التعديل الدستوري يطلع الاول، وطبعا هيستتبع ذلك قانون تعديل انتخابات رئاسيه وبرلمانيه. أيوة. تمام طبعا. هتيجي بعد كده تعمل انتخابات برلمان ثم انتخابات رئاسيه وكل ده في 6 اشهر. اوكي. طيب ايه الشحططه بتاع بعزقه المليارات في الانتخابات وشحططت الناس في خلال 6 اشهر تروح برلمان انتخابات واعاده، وبعدين بعديها بشهر ولا باتنين رئاسه واعاده، والصناديق هي والكشوف الناخبين هي والقضاه المشرفين هم. والاليق انك تعمل الانتخابين مع بعض. وهحلها لك. اعمل صندوق للبرلمان وحط عليه يافطه على الصندوق يعني بيضة. انا كناخبه ادخل عندي صندوق للرئاسه وصندوق بيضة، ويبقى استمارتها اللي هيختار منها، اللي فيها اسماء مرشحين البرلمان اللي هيختار منهم بيضة. واعمل صندوق وعليه ورقه برتقاني للرئاسه مثلا. مثلا يعني انا رحت وورقه والاستماره بتاعت الرئاسه اللي هختار منها رئيس برتقاني، عشان حتى الناس تبقى عارفه البرتقاني في البرتقاني والابيض في الابيض. تمام. هتيجي تقول لي ايه؟ ما هو انت عامل البرلمان الاول ليه؟ عشان تقول لي رئيس الجمهوريه يحلف اليمين قدام البرلمان. طب ما هو يا سيدي، ما انا لما اعملهم في اجراء واحد ما هينعقد وبعدين الرئيس يحلف قدامه. بالظبط. هتقول لي بقى ايه؟ طيب والرئيس يترشح ازاي؟ ما انا بقى كل حاجه لها رد عندي، عشان في قص جهابذه بيربكونا المشهد وهم 3 4 وانا مش هسيبهم الا لما يبعدوا. اللي اربكونا المشهد بالجهبذه بتاعتهم ايام المجلس العسكري، واشتركوا في كل المراحل في عمليه العك اللي احنا دورنا فيها، وايضا في ظلال في الموضوع ما زالوا موجودين في القصه، لسه ما زالوا. ومساله القانون دي ملهاش دخل بمواقع. تمام. لا هي برتب ولا بموقع في محكمه. تمام. وانا بتكلم في 3 4 ابعدوا عن المشهد، واذا ما بعدوش انا بخاطب السلطه الحاكمه تبعدهم، لانه دول هيلخبطوا لنا الدنيا تاني. وفي يعني اللخبطه القديمه دي بتخلينا احنا مخضوضين من الحكايه. تمام. اجي بقى هتقول لي ايه؟ ما انا عندي في قانون الانتخابات بختار بتزكيه كذا عضو من البرلمان او بالتوكيلات. لا هقول لك بقى يا سيدي المره دي اعملها بالتوكيلات مباشره. على الاقل دي ما تخليش كل من هب وداب يروح داخل لك مرشح. لا روح يا سيدي هات لي 15,000 توكيل من 10 محافظات وتعالى لي. ما احنا بنقول اهو. لا ما هو مش يعني تفتكر حضرتك ست مستشار عدلي منصور رئيس الجمهوريه قاعد يتفرج على البرنامج دلوقتي؟ المفروض يبقى عنده حد يوصل له. يعني انا بعت له انه ما عندوش حد الاقتراح وابعته له باسم المجلس الوطني. يبقى لازم يبقى في توافق. اعمل له مؤتمر صحفي واعمله له، يعني ما فيش مشكله. يبقى هو طالما هو بس يعني ما هو مش مفروض ان هو يغلق حواليه. لا مش يغلق، لكن خلينا نقول لا مش مفروض يغلق الدوائر حواليه على مجموعه تزعم احتكار العلم. لا في ناس كتير في البلد مش هم الشويه اللي بيتقابلوا. وبعدين بفرصه برضو لا يغرنكم
من قفزوا من المراكب وهي تغرق. صحيح صحيح صحيح. ما نتغرش من الناس دي. صحيح صحيح. دي ناس بتغير جدا من مبارك للثوره وبقوا ثوار. وهم كانوا منهم من كان مش عايز اصف من غير اسامي طبعا. مش عايز اصف. معروفين، هم معروفين على من كان تابعا الى اكثر درجات التبعيه لهذا النظام. وما بقولش لا عيب ولا لكن لما المركز ولا ولاء شديد، لكن انا بمقت عدم الوفاء. نعم. انا اقسم بالله لو من اتباع مبارك ومن نظامه ومستفيد منه وكان ليا ولاء ليه، والله العظيم لكنت اعلنت النهارده بمنتهى الوفاء ان انا مع هذا الرجل قلبا وقالبا. لكن من يعمل داخل نظام ويكون له ولاء ما ينطش بقى من مركب. ده انا ما املوش حتى كنظام الجديد ان ده الراجل ده ما عندوش. هقول لحضرتك حاجه من اهم مميزات عشان يركب مركب جديده. من اهم مميزات كل اللي خرجوا بس يا استاذه معلش لحظه بقى، انا اسف انا عايزه بس نروح لنقطه ثانيه. لا انا مش عايز اخرج منها. كل اللي نطوا من المركب مرسي وهي تغرق لا مكان له في المركب الجديده. خليني اقول لحضرتك عشان يبقوا عارفين انفسهم جميعا. عدا هشام زعزوع وزير السياحه لانه له موقف سابق ساعه محافظ الاقصر. طيب خليني اقول لحضرتك كل اللي نطوا بقى ينسوا. انه في الحقيقه السنه اللي احنا قضيناها اللي فاتت دي هي مش بس كشفت سياسات الاخوان فقط، لكن هي كشفت وجوه كثيره جدا كانوا بيدعوا الوطنيه. يعني اعتقد انه الناس كلها دلوقتي بقت مكشوفه. يعني صحيح. في ناس كتير مواقفها وضحت مع تغير الاحداث والسياسات ابتدت تتضح، وناس كانت معارضه بانت وناس كانت مؤيده بانت وحاجات كتير. مثالي الشعب المصري كمان لعلمك بقى عنده وعي صحيح كبير. صحيح. لكن خليني اقول لحضرتك تاني المقترح ده يا ريت حضرتك احنا كل واحد بقى عنده مقترح شايف انه في مصلحه للبلد ويسعى انه يوصله. صحيح. لا انا هكتبه وهديه للاستاذه سكينه فؤاد توصله له، وهديه يا ريت يعني محترمه طبعا. اديه للاستاذ المسلماني يوصله له. يعني هنشوف اسئله كتير. الحكومه بقى طبعا عده اسماء يعني لرئاسه الوزراء تم اقتراحها، وطبعا حزب النور اعترض. الاول كانت قال الدكتور البرادعي، ما اعرفش كانت مجرد جس نبض ولا فعلا كان طرح الاسم بالفعل، لكن كان في اعتراض من حزب النور اتغير الاسم، كان في اعتراض ايضا من حزب النور، وامبارح قال الدكتور سمير رضوان، وكمان اخر حاجه النهارده يمكن الدكتور حازم الببلاوي. بالظبط كده. نعم. تشكيل الحكومه يعني كل هذه الخيارات لرئاسه الوزراء شايف هو طبعا كان في الاختيار للدكتور البرادعي نائب رئيس جمهوريه. خلاص. لا بس في الاول اتقال رئيس وزراء. يعني بعد الاول يعني تم اختيار نائب رئيس الجمهوريه. بعد كده طرحت اسماء اللي حضرتك عده اسماء. انا من الناس اللي لها كان تحفظات على هذه الاسماء، ليس لاشياء في اشخاصهم، وانما لملائمه هذه الشخصيات للمرحله مش اكتر من كده. حتى في اطار فكره ان انا عشان في ازمه اقتصاديه اجيب اقتصادي، دي انا الفكره دي شايفها غلط. انا في ازمه اقتصاديه اجيب سياسي محنك مش اقتصادي، لانه مش هيشتغل اقتصاد ما في وزير اقتصاد، مش هيشتغل استثمار في وزير استثمار، مش هيشتغل ماليه في وزير ماليه بالزبط. وانما انا رئيس الوزراء ده مايسترو بيتامل وعلى حسب المعطيات اللي قدامه يفكر ويخرج بتفانين سياسيه يقدر يحل لي المعضلات. لكن امتى اجيب وزير اقتصاد مش هتصدق لما يكون عندي فلوس كتير قوي عشان هو اللي يقدر يستثمرها لي ويعمل لي مشاريع ويعمل لي نهضه وبتاع. وحتى في حياتنا الشخصيه لو انا مزنوق في قرشين والحاجه ضيقه والاحتياجات كتيره ببدا ادبق مين الاولويه ودي مش عارف ايه سياسه. لكن لو معايا فلوس كتير مش عارف اوظفها اروح لواحد بيفكر عنده مشاريع اقول له والنبي شغال لي دول عندك. احنا بنعمل العكس. لكن على اي الاحوال وانا كنت يعني على لسان الصبح بدري انا كنت في صباح الخير يا مصر كنت عايز اقترح اسم الدكتور حازم الببلاوي لانه كان نائبا لرئيس مجلس الوزراء فكان ايده في الحكايه ثم بعد ان ترك المنصب اختفى من المشهد فما فيش مش هيبقى موضع
لا تمام. انا بقتش حاسه انا عايز إنه بس طيب اتكلم أنا في حته في الوزاره، عايزة لان انا بس الحقيقه لما كان في بالي ارشح الدكتور حازم الببلاوي كان في بالي ايضا اسم الدكتور حسام عيسى، وكان في بالي ايضا اسم الدكتور علي السلمي. يعني ثلاث شخصيات، اي شخصيه ولم تتورط للمصلحه. صحيح. اللي انا عايز اتكلمه بس حته، احنا لما بنختار بنحط معطيات سياسيه قدامنا ونختار على اساسها، ولا كده وخلاص بنشغل اماكن؟ ده المفروض ان في معطيات سياسيه طبعا. طب ما هو الوضع؟ المعطى السياسي المستخلص من الفرع الثاني المثمر من شجره الثوره. الفرع الثاني المثمر من شجره، حلو التعبير ده؟ حلو قوي. انا صاحبه على فكره بامضائي. الفرع الثاني المثمر من شجره الثوره هو فرع 30/6. هذا الفرع بيديني لم يكن ازاحه لشخص مبارك لشخص مرسي، ولا رفض لفكره الاخوان فحسب، هو بقدر كبير جدا تحلل من التبعيه الامريكيه. انا مش عايز تبعيه امريكيه، مش معناه ان انا رافض ان يبقى لي علاقات مع الامريكان، يبقى لي علاقات تحت مستوى النديه. صحيح ما فيش نديه مطلقه، نديه نسبيه، والمصالح المتبادله، وفي اطار العزيز. يعني عارفه بتشوفي حد فقير وبيتعامل مع غني بس بيتعامل عزيز، بتشوفي حد ضعيف وبيتعامل مع قوي بس بيتعامل عزيز، ما بيتعاملش بمذله ولا باحتياج. ومصر بتاريخها وامكانياتها ودورها الفاعل عزيزه وقويه. اصل مش لازم، مش يعني الفلوس ما هيش، لا في اوراق اخرى. صحيح. فانا التحلل، يعني التحلل من السيطره، من الاقتصاد اليميني، تمام، وتحلل من تبعيه القرار. اسمح لي كمان من يعني فما اجيبش ناس بتوع اقتصاد يميني. الفرع أنا عايز أقوله بقى. الفرع المثمر من الثوره اللي حضرتك ذكرته كمان اضاف للشعب المصري ايا كانت بساطته فكره المطالبه بحقه. يعني انا شفت، يعني كلنا اعتقد شفنا نوعيات من البشر وفئات من البشر كنت مستحيل تقول ان دي ممكن تنزل تطالب في ريحه توم ده في مطبخ كان شغال. طبعا ده احنا عندنا هنا يعني داخلين على السحور يعني كل سنه وحضرتك طيب. لا مش هنسحر حاجه فيها توم يعني لو عندكم برامج مطبخ وبيدعونا بس للاسف الاكل خلص. طبعا ده من كل بلد اكله كان لسه شغال من شويه المطبخ انا حبيت اتفرج على الناس، فطبعا الريحه اتفرج على الناس من الهم اللي احنا فيه ده. البرنامجين ورا بعض، فبندخل الاستوديو بيطلع عيله بتلاقوا ريحه الاكل لسه. قوات مسلحه، اقتراب من سكنه عسكريه، ضرب نار، مفيش هزار. هي اسمها ايه؟ ممنوع الاقتراب والتصوير. اسمها ايه بس؟ انا عايز افهم بس. قوات مسلحه ولا قوات مملحه؟ لا مسلحه مش مملحه. لكن قواتنا المصريه المسلحه اصبحت قوات مصريه مسلحه وموشحه، موشحه بعظمه الذكر في التاريخ، بوقفتها مع شعب مصري اختار بإرادته طريقه. فاصطفت القوات المسلحة التي وشحها الشعب بالتقدير والاحترام على يمين الطريق، واصطفت قوات الداخلية التي التأم جرحها الذي كان بين الشعب، جرح كان بفعل فاعل الذي التأم بينها وبين الشعب. فأصبحت تصطف على الشمال، وصارت إرادة الشعب في الطريق الذي أراده الشعب. إذن هي قوات مسلحة. نعم. اي سكنه او اي مكان ايه المطلوب لما تيجي اعتداء على حرس جمهوري في موقعه كسكنه عسكريه؟ على فكره الموقع داخل اي حياه مدنيه، طالما عسكري يبقى عسكري. مظبوط. ولكن شوف العظمه بقى والتسامي طبقا للقانون العادي خالص، قانون الاجراءات والاختصاصات، انه الجريمه التي ارتكبها مدني مالهاش دخل بقى لا بثورات ولا بقوانين استثنائيه ولا حاجه، ده قانون طبيعي. بسرعه على المخالفين التي ارتكبها مدني على عسكريين او سكنه عسكريه يختص بها القضاء العسكري مش القضاء المدني. تمام، ده حقيقي. ومع ذلك قالوا هيتحاكموا مدنيا. انا بقى بقول الكلام ده غلط مش صح. نقطه بقى تانية، الناس اللي توفت مش المفروض يطلع لها شهاده ميلاد؟
مش شهاده، اسف، وفاة. وفاه، اسف، شهاده وفاه. يعني الناس اللي توفت دي مش المفروض يطلع لها شهاده وفاه؟ ما هو انا لما بسخن احيانا بتطلع كده، بس المعنى مقصود يعني. طيب شهاده الوفاه بتاع اللي ماتوا دول ما طلعوش ليه؟ مفيش حرص على ان يطلع لهم شهادات وفاه ليه؟ مش في اعلامات وراثه بتتم، وفي امور اذا كان عنده حاجه بيسيبها، او يعني في اثار بتتم على، لا ده نقطه مهمه. لان يعلم جيدا اللي اصر على ان هو ياخدهم ويدفنهم وما طلع لهمش شهادات وفاه من الجهات الرسميه، ان بينهم غير مصريين. طيب انا معلش، انا بينهم غير احنا مصريين. ممكن نكمل الموضوع يعني. طبعا انا اسفه اني بقاطع حضرتك لان هو الوقت هيقطعوا علينا، انا عارفه خلاص. انا بشكر حضراتكم، احنا عدينا الوقت كده بشويه. فسياده المستشار كمال الاسلامبولي رئيس المجلس الوطني المصري، شكرا جزيلا. ولنا في الحديث بقيه طبعا، لانه ده الموضوع ده لازم يتفتح له يعني فقره لوحده.